انتقل لسوق الغريم نادي ريال مدريد. ريال مدريد شو راح ينقص بس عشان اللعب بعواطف جماهيره المسكينه، من العشم بكيليان مبابي طول الصيف الى عدم تعويض كريم ابن الذمه، ولكن الفريق له حسنات في هذا الصيف، تعالوا نشوفها مع بعض. ريال مدريد كان صيفه هادئ تماما بالصفقات. القرش بيريز قرر يوفر رسميا، حسم امره من بدري انه فيش صفقات من الاخر. يعتبر ميركاتو هادئ جدا نظرا لتوجه الاداره للتوفير بسبب استهلاك الاستاد لكثير من المال. اشترى النادي كلا من الجوهره بيلينغهام الانجليزي من دورتموند ب 103 مليون يورو، بالرغم من انه قيمه اللاعب السوقيه هي 120 مليون يورو. وكمان اشترى الموهبه التركيه اردا جولر من فينرباتشا التركي ب 20 مليون يورو، ولكن ما لحقش يلعب وتصاب في الموسم التحضيري وسيغيب حتى بدايه شهر 10 الجاي. كما تعاقد الريال مع الظهير الايسر لنادي رايو فايكانو فران غارسيا ب 5 مليون يورو. لم يشتري الريال اي لاعب اخر، ولكنه استعار بعض اللاعبين سنذكرهم بعد شوي. بس الحلو هو معدل اعمار اللاعبين المستقطبين الجدد. بيلينغهام 20 سنه، اردا 18 سنه، غارسيا 23 سنه، يعني فريق للمستقبل. توجه الاداره بات الان استقطاب الشباب لبناء فريق يكبر موسم بعد اخر، ولنا في رودريجو وفينيسيوس جونيور خير مثال. وعلى سبيل الاعاره استقدم ريال مدريد مضطرا الحارس الاسباني كيبا من تشيلسي ب 500 الف يورو، وكمان بنظام الاعاره وصل المهاجم الاسباني خوسيلو من اسبانيول ايضا ب 500 الف يورو. وعاد ابراهيم دياز من الميلان لانتهاء اعارته، يعني اللاعبين الجدد هم 6. حلو، تعالوا نشوف مين غادر الفريق الملكي. بنزيما خرج مجانا لنادي الاتحاد السعودي. اسينسيو خرج مجانا لنادي باريس سان جيرمان، وانتهى عقد ماريانو دياز وانتقل مجانا لنادي اشبيليا. وايضا الموهبه المنتهيه ايدن هازارد رحل لنادي انتورب البلجيكي، كان مفكر يعتزل بس غير رايه وراح يكون خصم برشلونه في دوري الابطال هذا الموسم. كما خرج فايخو معارا لنادي جرانادا. الفارو اودريوزولا خرج اخيرا مبيوعا لنادي ريال سوسداد ب 3 مليون يورو. وباع ريال مدريد لاعب الوسط انطونيو بلانكو لنادي الافيس ب 4 مليون يورو. ميركاتو هادئ للغايه، صرف الفريق 129 مليون يورو، وباع بعض اللاعبين بمبالغ زهيده بمجموع 7 مليون يورو فقط. الفرق 122 مليون يورو بالسالب، وتقييم سوق ريال مدريد 6.5 من 10. بيلينغهام لحاله